الراجل الحقود والغيور منك، وده هتلاقيه دايما بيقلل من اي حاجه انت بتعمليها ناجحه، دايما عايز يشوف نفسه احسن منك، مش هيتقبل فكره ان انت ممكن تبقي احسن منه، وعمره ما هيسقف لك على حاجه حلوه انت عملتيها، دايما هيبقى شايف نفسه اقل منك، وده هيعود عليكي بالخراب. ما تقربيش منه. الراجل المستغل، وده اللي بيستغلك ماديا او عاطفيا وبيستنزفك وبيستغل اي حاجه تخصك، بيستغل ان انت طيبه، بيستغل ان انت عندك عيله كويسه، بيستغل ان اهلك محترمين، بيستغل ان انت في شغل كويس، بيستغل اي حاجه مميزه في حياتك علشان يوصل لاهدافه هو. الشخص ده لازم تبعدي عنه. اخر شخص فيهم وده اختارهم من وجهة نظري، الشخص عديم المسؤولية، وده اللي بنقول بين قوسين مش راجل. الشخص ده بيهرب من اي التزام بالمسؤولية وعنده مبررات، دايما عنده مبرر لهروبه. لو اتحطيتي في مشكلة وما وقفش جنبك هتلاقيه بيطلع مبرر هو ليه ما وقفش جنبك. لو احتجتيه او احتجتي تتسندي عليه في موقف ما في حياتك، لو في مشوار وعاوزاه يجيلك، مش هتلاقيه جاي، وهتلاقيه دايما بيبرر عدم وجوده. الشخص اللي زي كده اسمه عديم المسؤولية، فإياكي ثم إياكي ثم إياكي تقربي منه. في النهاية ده كان رأيي أنا في الأشخاص دي. المهم رأيك أنت، شايفة إن حد من دول أنت ينفع ترتبطي بيه؟ وهل قابلتي حد من الشخصيات دي في حياتك؟ لايك للفيديو واكتبي لنا رأيك في تعليق.